اللي سألتك الركائز الأساسية. نعم. الحديث كثير وما يخفى اليوم شيء على في عصر اللي نعيشه التكنولوجيا والفضاء المفتوح في عالم التواصل الاجتماعي. ما يخفى على أحد انه اكو يمكن قد يكون هناك خلاف بينكم وبين الكابتن جلال حسن حارس مرمى فريق الزوراء. هذا اللي قاعد يتم تداوله. انا ليش انا جاي اسالك حتى تنفيذ للجمهور. انا ما عندي شيء. لكن لان استقرار جلال من استقراره مع الزوراء من استقراره مع المنتخب الوطني. يعني هذا هدف. شوف هو ركيزه مهمه همين واسم كبير هو بالزوراء. شوف مع احترامي لجميع اللاعبين، اي لاعب بالفريق مؤثر، اي لاعب بالفريق قدم مستوى رائع بهذا الدوري واللي قبله ابدا احنا ما نفرط به. زين. ومن مكانك ومن منبرك انفي نفي قاطع ما دارت بالفترة الأخيرة بين قوقية أنه يطلع أو جلال، مع جل احترامي لاعبين على مستوى عالي وهذا من حقهم. يعني حتى هو بالنسبة له هذا الشيء من حقه أنه يطلع هو يغادر أو عنده عقد خارجي، فهذا شيء طبيعي. لكن جلال لا صارت مشكلة ولا هو مفكر يطلع ولا أكو أي موضوع من اللي دار بالسوشيال ميديا أو في أي مكان تداولته الصحف أو التلفزيون أو حتى البرامج. أنت اليوم بغض النظر يعني أنت تعرف نعم الإعلام. لا أنا أحكي لك الإعلام يدور على معلومة، يدور على إشاعة، يدور على فد حدث يصير مادة عنده، بعدين تطلع الناس تفند هذا الموضوع أو تأكده أو تنفيه. فبالنسبة لنا يعني لحد الآن احنا بعض اللاعبين اصلا ما متكلمين وياهم، لان احنا نعرفهم انه ذول النجوم يعني خلينا نقول 75% 80% هو بيت الزوراء صار. فحبه للزوراء وحبه لجماهير الزوراء وحبه لهذا الكيان يعني ما صار هذا الموضوع. ولو صاير صدقني انا بالنسبه لي واقعي وصريح. يعني اليوم لو جلال يريد يطلع انا اقول يا ترى جلال اجى الرجل وقال لنا او طلب هيك وهيك. مره يقولون طلب 450 خطير رجال سووا له زوبعه وفقاعه وهو ما متكلم بهذا. يعني ما طالب ابدا لا هو العقوقيه لاي واحد. يعني حتى الاخ